اولا السلام عليكم، انا محمد ياسر، باحث في العلوم الطبيه mainly باي كيمستري وباي فيزيكس. علم الباي فيزيكس بمنتهى البساطه كده هو العلم اللي بتتداخل فيه كل انواع العلوم الطبيه، بالاضافه ان انا بحاول ان انا اسولف البروبلمز باستخدام الفيزيكال كونسبتس. زي ما قلت لحضراتكم كده في المحاضره ان البايو فيزيكس بتتعامل مع علم الهيماتولوجي، مع الاميونولوجي او علم المناعه، مع الكانسر بيولوجي، مع الراديوثيرابي، الايميجينج، البايو انفورماتكس والكمبيوتر موديلنج. كل ديت انواع من العلوم اللي بتتداخل مع بعض، اللي ممكن باحث البايو فيزياء ان هو يتعامل معاها بحيث ان هو يحل مشكله من مشاكل الطب او من مشاكل البيولوجي. اشتغل في مصر فين؟ مينلي في مصر هيبقى مستشفيات علاج الاورام 57 357، ايادي المستقبل، الأورمان هنا في الاقصر، ده الراديوثيرابي. طبعا في نيوكلير ميديسن، وطبعا في كخبراء وقايه اشعاعيه، وفي حاجات كتير قوي. لو انت بقى هتتجه للريسيرش فعندك المركز القومي للبحوث، عندك الجامعات لو انت هتحضر ماستر اند دكتوريت، فكل دوت اماكن تقدر انك انت تشتغل فيها لو انت هتشتغل في از ساينتفك كارير يعني.